بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان ويقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن رجب عند هذا الحديث في كتابه لطائف المعارف، قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض بشهر رمضان. ثم قال ابن رجب: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ انظروا إلى هذا الكلام، من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ لأنه زمن عظيم وزمن فاضل. ولهذا أحد السلف لما احتضر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لا أبكي على الدنيا ولا على متاعها. لما احتضر بكى، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: لا أبكي على الدنيا ولا على متاعها، ولكن أبكي لأن المصلين سيصلون ولست فيهم. أبكي لأن أهل الصيام سيصومون ولست فيهم. أبكي لأن أهل القيام سيقومون ولست فيهم. يبكي على الصلاة ويبكي على القيام ويبكي على الصيام. فهذا هو حال سلفنا رضي الله تعالى عنهم. لم يبكي لأنه سوف يفارق الدنيا، يبكي لأنه سيفارق الصلاة والصوم
لهذا بكى رضي الله عنه ورحمه الله. فمبارك عليكم هذا الشهر، والتهنئة بدخول رمضان أمر جائز. ولهذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التهنئة بدخول شهر رمضان قالت: رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، وكان النبي يبشر أصحابه بذلك. فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا في ذلك فلا حرج في ذلك، كما كان يفعله السلف الصالح. كان السلف يهون بعضهم بعضا شهر رمضان لأنهم عرفوا قيمته. ومن الخطأ كما نبه عليه العلماء أن تهنئ فتقول كل عام وأنت بخير. هذه اللفظة وهذه التهنئة استنكرها العلماء لأنها لم تأتي إلا من الكفار. ومن الخطأ الذي يسمع أن بعضهم يقول مبروك عليك رمضان بهذا اللفظ مبروك، وهذا خطأ من ناحية اللغة. فإن معنى مبروك معناها برك، والمقصود به بروك البعير، وبهذا يصبح هذا الأمر دعاء وليس التهنئة. مبروك عليك هذا بمعنى بروك البعير، وإنما تقول مبارك عليك هذا الشهر. ومما أنبه عليه وبه نختم لفظ بارك لي، لفظ بارك لي، وهذا خطأ، لأن المبارك هو الله عز وجل، هو الذي يعطي البركة. فبعضهم إذا نجح في الامتحان أو اشترى بيتا يأتي عند صاحبه ويقول له بارك لي، هذا خطأ، لأن الذي يعطي البركة هو الله عز وجل، لأن معنى البركة دوام الخير وثبوت الخير، وهذا لا يعطيه إلا الله عز وجل. فلا تقل لأحد بارك لي، قل بارك الله فيك، بارك الله لك. أما أن تأتي عند صاحبك وتقول له بارك لي أو بارك للناس فهذا من الخطأ، وهو في باب التوحيد. فمعطي البركة هو الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم بهذا الشهر العظيم، وأن يجعله لي ولكم في خير وسلام، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا الله عز وجل فيه من أهل الصيام والقيام وقراءة القرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.